السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وصفة اليوم عندنا الكسف محمر في الفران، كترافقوا واحد السلطة رائعة نتمنىها تعجبكم. هذا هو الكسف اللي غادي نصاوب معكم اليوم باش ندخلوه الفران. انا غادي نوريكم كيفاش نصاوبه. بسم الله. اول حاجه كنشرحوه بحال هكا بالموس، كنديروا عليه شويه ديال الملح، ما نقاووش فيه الملح بزاف. كيجي مشوي ورائع. دابا البنات غادي ناخذوا الورق ديال الفرن والورق ديال الالومنيوم وكنسدو عليه مزيان، ما نخليوش الهواء نهائيا يدخل ليه. ضروري تسدو مزيان. بدنا تدوسو عليه مزيان باش الهواء ما يخرجش نهائيا. غنعاود ثاني ندير واحد اللفه اخرى باش نتاكدوا بان كلشي مزيان. غادي ندخلو الفران على اعلى درجه. انا عندي الفران ديالي 500 وغادي نخليه واحد ساعه ونص. من بعد ساعه ونص غادي نقص عليه حتى 350. من بعد ما خرجناه من الفران دابا غادي ندهنوه بالزبده هانتوما. يجي يا سلام. كنبدا ندهنو فيه كله بالزبده باش يجينا محمر. ساهل. دابا يا غادي ندخلوه الفران يتحمر لينا، وغادي من بعد غنوريكم سلطه اللي غترافق لينا هذا الكسف هذا ديال اللحم. وهذه هي سلطه اللي غنرافقوا بها الكسف ديالنا. اول حاجه عندنا بطاطا مسلوقه او تبخريها كيف ما بغيتي. عندنا واحد شويه ديال خيزو مسلوق، كتزوقي كما بغيتي. اللوبيا مسلوقه وشويه جلبانه وشويه مايس حتى هما نزوقوا بهم هنايا.
بطبيعه الحال تنديروا هنا طماطم صغيره حتى هي نزوقوا بها. صافي البنات كنديروا تقريبا واحد 2 بيضات مسلوقين. اما بالنسبه للصوص ديالنا هنايا انا درت 2 معالق كبار ديال المايونيز، 1 معلقه صغيره ديال لا مورطارد، شويه ديال الزيت، شويه الملحه، شويه الابزار، وكنخففها بواحد شويه ديال الحليب. هذه هي سلطه اللي غادي نرافقوا بها الكتف ديالنا ان شاء الله. هذه هي الوصفه اللي شاركت معكم اليوم ديال الكتف محمر في الفران، كيجي رائع، كيجي فحال الزبده. ها نتوما البنات كيجي مرفوق واحد شويه ديال الكمون مع الملحه. وما نساوش طبيعه الحال السلطه اللي انا درت معكم سهله. ما تنساوش البنات لايك وابوني، والسلام عليكم.